ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. النهارده انا هعمل معاكم اللسان، حاجه كده عظمه بسم الله ما شاء الله. وكمان هعمل معاكم الماسوره، وهنطلع منها احلى شوربه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انا كنت غاسله اللسان، نقعته ساعتين في خل وملح وميه، وبعد كده كحته بالسكينه عشان انضف منه اي حاجه وشطفته كويس. واول ما الميه غليت نزلته في الميه على طول. وبرضو عملت في الماسورة نفس اللي عملته في اللسان، نقعتها برضو ساعتين في مية وخل وملح علشان خاطر لو فيها أي دم أو أي زفارة تنضف وتنزل. هنا كده بعد ما حطيت الماسورة، أول ما تحسي كده إن هي طلعت ريم على طول نشيل الريم ده. وبعد ما تتأكدي إن مفيش ريم خالص هنضيف عليه كده بصلاية مقطعة على الشوربة. وهنضيف بقى البهارات السبعة وفلفل اسود، انا مش هحط اكتر من كده. انا هحط الملح في الاخر خالص قبل ما ادفع الشوربه. وهنا اللسان برضو لو في اي ريم او اي حاجه طلعت من اول غلوه على طول كده اقوم شايله الريم. وبعدين هضيف برضو البهارات السبعه والفلفل الاسود. البهارات السبعه يا جماعه فيها كل التوابل اللي احنا محتاجينها يعني، فانا عشان كده مش هحط حاجه تاني معاها. وبرضه هحط الملح لما تتقرب تستوي خالص هحط الملح. انا هنا بقى كان عندي كام صباع ممبار كده، قلت لا لازم اعمل بقى جنب الاكله دي الكام صباع دول او يسندوا الاكله وبرضه بيبقى طعمها حلو. انا بحب الممبار بتاعي يكون متسبك، ما بحبش الممبار الني في ني. وبالنسبه لتسبيكه الممبار، انا كنت عامله فيديو اللي هو حلويات المذبح. ده انا كنت عامله فيه تسبيكه الممبار وعامله فيه اللسان برضو، وعامله فيه كوارع وعامله فيه كل حاجات حلويات المذبح يعني. هنا بقى كده اللسان معايا استوى. بصوا انا بغرز الشوكة فيه كده ما بتطلعش اي حاجة والشوكة بتخش على طول. كده اللسان بتاعي مية مية. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله الشوربة عاملة ازاي بتاعة الماسورة. انا بسيب الماسورة دي لما تستوي خالص وتنزل كل اللي فيها في الشوربة. وبعد كده بقى الشوربة دي بقى بنشربها بسم الله ما شاء الله. احلى كولاجين هتشربيه من شوربة الماسورة. هنا بقى انا دايما بحب اسلق الممبار ورا اللسان في الشوربه بتاعته، بس انا عشان كنت عايزه شوربه اللسان فحطيت ميه، واول ما غليت نزلت على طول بالممبار وحطيت ملح علشان خاطر الممبار بتاعي ما يطلعش دلع. وفي حله صغيره كده هجيب معلقه كده من الزبده او السمنه اللي عندك استخدميه، واول ما تسخن هنزل عليها كده بمعلقه توم. واول ما التوم يتحمر هنزل على طول كده بالطماطم اللي انا ضربها في الخلاط. وبعدين هنزل بملح وفلفل اسود وكمون، مش هحط اكتر من كده. وهسيبها بقى تتسبك. تعالوا بقى هنا للسان بتاعنا الجميل بسم الله ما شاء الله. انا طلعته بسيبه يهدى شويه بس، ما بسيبوش يبرد عشان اعرف اقشره. بصوا بقى تقشيره في منتهى السهوله. كده باي حته كده هتلاقيها مبرقعه كده او طالعه منها هتشديها كده بمساعده السكينه. وبصوا في حتت بتتقطع عادي لوحدها خالص. بصوا سهل جدا. وعايزه اقول لكم بقى اللي ما بياكلش اللسان فايته كتير والله. بسم الله ما شاء الله. طريقه تقشيره سهله، وطريقه تقطيعه بيعمل كميه حلوه قوي بسم الله ما شاء الله. انا بقسم الكميه بتاعته على وجبات، يعني مثلا كل واحد عايز ياكل دلوقتي انا هعمل له الوجبه بتاعته زي ما هتشوفوا كده زي ما شفتوا في اول الفيديو. انا هنا كده بقى خلصت تقشير اللسان. بصوا بقى زي الفل زي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بقى الحته اللي ورا دي في اللسان دي مش لسان، دي حته من اللغلوغ بتاع اللسان كده. فانا بقطعها صغير كده تبقى زي لحمه الراس كده. بصوا بقى هنشق اللسان كده من النص عشان نعرف نقطعه كويس. بصوا بقى الجمال والحلاوة اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. وهتقطعيه بقى زي ما انت عايزة تقطعيها كده شرايح رفيعة براحتك، شرايح تخينة برضو براحتك. انا بصراحة بنحبه متشوح في السمنة. بصوا بقى هنا عمل كمية قد ايه وشكله حلو ازاي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طبعا هنا بقى كان الممبار بتاعنا استوى، رحت على طول كده محمرة الممبار وكلت كده وانا واقفة منه. كان طعمه حكاية بصراحة. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اول ما يحمر معاكي من جنب هتشيليه على طول، هتقلبيه على الجنب التاني وبعدين ترفعيه على طول اول ما يحمر. بص بسم الله ما شاء الله بقى تحفة، حاجة كده روعة بسم الله ما شاء الله. دايما لما بجيب انا ممبار بهسيب كده كام صباع عندي في التلاجة، اقول لو هعمل اي اكلة او كده. هنا بقى كده معلقة من الزبدة هنزل بقى فيها كده الوجبة اللي هتتاكل دلوقتي.
دي وجبة مثلا فرد، وممكن تبقى فردين على فكرة على حسب يعني. بصوا بقى هنشوح كده اللسان بتاعنا بحتة لحمة الروس اللي هي كانت فيه الصغننة دي، وهنشوحه بقى كده ونضيف عليه ملح وكمون وحبة فلفل اسود، وبعدين هنقلب بقى كده ونشوح حلو بسم الله ما شاء الله لحد ما يدينا كده لون حلو. وبعد كده خلاص اولا ما بنتكش عليه في التشويح عشان ما ينشفش مننا ويبقى طعمه كده مجلد، احنا عايزينه برضو لحمة طرية كده وطعمها حلو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا عملت كمان حبة رز ابيض كده علشان اقدمه كده معاها مع الصلصة، تبقى وجبة متكاملة. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.